هو ليه إحنا بنشوف أحلام؟ وهل الأحلام ممكن تبقى رسالة من المستقبل؟ أكيد حصل معاك قبل كده إنك حلمت بحلم غريب وبعد فترة تلاقي نفسك اللي حلمت بيه حصل في الواقع. طب يا ترى ده مجرد صدفة ولا في سر خطير ورا الأحلام؟ هل الأحلام ممكن تبقى رسالة من المستقبل؟ الأحلام واحدة من أغرب الظواهر اللي بتحصل للبشر، والعلم لحد النهاردة مش قادر يفسرها 100%. لكن في 3 أنواع رئيسية من الأحلام. واحد، أحلام العقل الباطن، دي نتيجة لحاجات بنفكر فيها طول اليوم أو مشاعر مكبوتة جوانا كأشخاص. 2، أحلام الشيطان أو الكوابيس، الأحلام اللي بتخوفك أو تضايقك، ودي غالبا بيكون مصدرها وساوس الشيطان. 3، الرؤى الصادقة من الله، ودي بقى الحاجات اللي بتحصل في الحلم وبعدها بتتحقق في الواقع. المعلومة العبقرية إن العلماء اكتشفوا إن العقل البشري أثناء النوم بيشتغل بطريقة مختلفة تماما. المخ بيبقى في حالة اسمها الريم سليب، واللي فيها العقل ممكن يربط معلومات متفرقة ببعضها بطريقة مش ممكن تحصل وانت صاحي. وده معناه إيه؟ ممكن تحلم بحاجة لسه ما حصلتش لأنه عقلك كان قادر يتوقعها بطريقة غير مباشرة. وفي حالات نادرة جدا الأحلام بتبقى رؤى حقيقية لمستقبل الشخص. طيب إيه الدليل على إن الأحلام ممكن تكون رسائل حقيقية؟ في قصص كتير عن ناس حلمت بحاجات وفعلا حصلت، زي العالم العبقري ديمتري مندليف اللي حلم بالجدول الدوري للعناصر الكيميائية وهو نايم، وصحي ورسمه زي ما شافه في الحلم بالظبط. وحتى في الدين سيدنا يوسف عليه السلام كان عنده القدرة على تفسير الأحلام، وربنا ذكر قصته في القرآن لما فسر حلم الملك بتاع ال7 بقرات العجاف والسمان، وطلع الحلم ده إنذار بحدوث مجاعة حقيقية. المعلومة اللي هتفاجئ حضرتك، العلماء بيقولوا إن الأحلام مش بس رسائل من العقل الباطن، لكن ممكن تبقى طريقة العقل في التواصل مع المستقبل. إزاي؟ في طريقة اسمها كوانتم برايم ثيوري، ودي بتقول إن العقل البشري ممكن يكون متصل بطرق إحنا لسه مش فاهمينها، وده اللي بيخلي الأحلام تتحقق. التفسير العلمي والروحي، العقل بيقول إن الأحلام انعكاس لعقلنا الباطن، لكنها برضو ظاهرة معقدة ومليانة ألغاز. بعض الدراسات بتقول إن في حاجة اسمها التخاطر أثناء النوم، ودي بتحصل لما يكون في رابط قوي بين شخصين زي الأهل أو الأصدقاء القريبين جدا، فالعقل الباطن بيلتقط نفس الترددات أو المشاعر وبيترجمها في الأحلام. تجربتي الشخصية، أنا حصل لي ده مع بنت صديقتي دكتورة ما غانم رحمة الله عليها، حلمت بنفس الحلم اللي حلمت بيه عن مامتها. فهل دي صدفة ولا نوع من أنواع التواصل الروحي اللي بيتجاوز الحواس؟ البعض بيشوف إن ده ممكن يكون رسالة أو دليل على قوة الترابط الروحية بيننا وبين اللي بنحبهم، وإن الأحلام مش مجرد صور عشوائية، لكنها مساحة بيحصل فيها تواصل من نوع خاص، سواء من عقل لعقل أو حتى من عالم لعالم. الحلم ممكن يكون مجرد حلم، ممكن يكون رسالة، والمهم إننا نسمع الإحساس اللي بيسيبه جوانا، لأنه أحيانا الأحلام مش بس صور، دي لغة روح.